السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهم جدا لو بتربي عصافير لازم تعرف العصافير بتاعتك هل هي الحركات اللي بتعمل، هل هي كده هتبيض ولا مش هتبيض، ولا ذكرين ولا ايه. فانا النهاردة اعرفك ازاي العصافير بتاعتك هتبيض ولا مش هتبيض، واذا كان ذكرين اعرفك برضو في الفيديو. تابع معايا. بص، لو العصافير بتاعتك بدأوا اللي هم هيبيضوا، هيبدأ الذكر يخش العيش. تمام، دي أول حاجة الذكر هيخش العيش والنتاية تخش بعديه. تمام، كده يبقى هيبيضوا. في حاجة تانية وهما اللي هما بيفضلوا يعني يتوالفوا على بعض. تمام، وياخدوا بعض كده برضه اللي هما كده هيبقوا هيبيضوا. طب طب لو بيتعاركوا مع بعض وانت مش متأكد ان هما ذكر وانتهى، فاحتمال يكون ذكرين. اما لو انت متأكد ان هما ذكر وانتاي وانا عرفتك ازاي تعرف الذكر من النتاي، يبقى هما ذكر وانتاي. بس هو فاضل يعني شوية على ما ياخدوا على بعض. وانا في فيديو سايبهولك موجود على القناة، ازاي تخلي العصافير بتاعتك تاخد على بعض. تمام، فهتلاقي لما تلاقي الحاجات دي العلامات دي اللي بيعملها العصافير، اعرف ان كده اللي الجوز بتوعك هيجربوا على البيض. هيبدأ الذكر اللي هو يغرد بصوته للطيرة أو للعصفورة. تمام، وبس ما بيضربوش بعض كده، ويبدأ بقى الذكر يخش الأول القفص وبعد كده هي تخش وراه. كده يبقى هما هيبيضوا. طب هما بيعملوا كل الحاجات دي بس غابوا وما بضوش. أنا عارف اللي انت هتقول ده احتمال اللي هما لازم انت طالما انت عرفت اللي هما عملوا كل الحاجات دي يبقى هما كده كده هيبيضوا، بس اصبر عليهم شوية لحد ما لحد ما العصافير تطمئن على في المكان. تمام، لأن النتاية بتحب المكان الهادي عشان تبيض فيه. لأن النتاية لو باضت وطلعت زغاليل وما لقيتش أمان في المكان، ولقيت كل شوية حد بيفتح عليها القفص وبيبص على العصافير، فالنتاية بتبدأ تفترس العصافير بتاعتها، تبدأ تاكل الزغاليل. والافتراس ده بيبقى عيب في العصفور، مش هتقدر تغيره. مش بص، هتفضل على طول شغالة. كل ما بتبيض كل ما هي بتفترس زغاليل. يبقى انت كده عملت الغريزة دي فيها ونميتها فيها اللي هي بقت دايمة فيه. فانت كل اللي عليك بدأت اللي انت تشوف ان الذكر بيخش العش والنتاية بتخش العش بعديه. فانت تبدأ بقى لو ما عندهمش صلفة في محار البحر اللي هي البيضة دي لازم تحطها له، لأن بيحتاجوها في الوقت ده ضروري. لأن هما كده بيحتاجوا الكالسيوم اللي هما اللي بيبقى موجود في البيض. ماشي، فصدفة محار البحر هي اللي بتديهم الكالسيوم ده. تمام، فانت لازم تحطها للعصافير والمستنبع والتنوع في الأكل في الفترة دي. لأن هما بقى يبدوا يعني يبدأوا يجهزوا للعش بتاعهم. فانت ما تستعجلش لو لقيتهم غيبوا بس بيعملوا كل الحاجات دي اللي انت شايفها قدامك في الفيديو دي، اعرف ان هما كده كده هيبيضوا، بس اصبر عليهم شوية. ما تستعجل، وما تفضلش كل شوية تفتح العيش عشان تشوف هل النتاية باضت ولا ما باضتش، لأن ده غلط. تمام، أنا قلتلك لأن هو هيخلي غريزة اللي هي الافتراس في العصافير في النتاية بالذات. فأنت كل اللي عليك تجهز لهم الحاجات اللي أنا قلتلك عليها والتشميس. تمام، طبعا الفترة دي ما ينفعش تنقل القفص بتاع العصافير من مكان لمكان. حاول بقدر الإمكان تخلي القفص ثابت في مكان واحد عشان العصافير ما تسيبش البيض بتاعها بعد ما تبيض، أو ما تبدأ اللي هما يزهقوا من بعض وما يبيضوش. فأنت حاول إن أنت تثبت مكان واحد عشان العصافير تبيض فيه وتكون موجودة فيه على طول. أما لو لقيت العصافير بتتعارك مع بعضها في الفترة دي، فانت لو انت مبتعرفش الذكر من النتاية حاول تتأكد ان هما ذكر وانتهي. لان كده يبقى في حاجة غلط، يا اما هما ذكرين يا اما هما انتيتين. تمام، فانت حاول ان انت قبل ما تشتري العصافير زي ما قلت تعرف الذكر من النتاية عشان ما تتأخرش في تربية العصافير.
وتبدأ تنتج منهم على طول. لكن لو لقيتهم زي اللي في الفيديو بياخدوا بعض كده وبيلغوا بعض بالكلام كده، يبقى هم هيبيضوا وهيبدأوا يجهزوا البيض بتاعهم، هيبدأوا يجهزوا العش بتاعهم عشان هيبيضوا. فانت حاول في الفترة دي زي ما قلتلك بلاش تفتح القفص ياما، بلاش تمسك في العصافير في الوقت ده، سيبهم مع بعضهم لحد ما يبيضوا، وبعد كده ببص عليهم بصة مرة بس كده، وما تفتحش القفص عمال على بطال. تمام. بس كده، ما تنساش تتابعني، اكيد هفيدك. سلام.